جدا ودعمها المجتمع، ونحن نحبوا الناس كلها جميع الاطياف. قاعد هنا نفسر لكم علاش جبنا نحن مطلب احداث. الشعب يريد قناة 14 جانفي، هي قناة 14 جانفي 17 ديسمبر، يعني رمز الثورة والكل، باش هي تكون صوت الشعب والثورة. تنجم تسمعني؟ اسمع فيه. فسرنا نحن جبنا التبرير علاش هذايا. احنا كنا نطمحوا وكنا نأملوا باش يصير استئصال وتطهير داخلي من القطاع ومن الشعب التونسي ككل، الا انه رينا وانه ثم فيتو كبير ياسر، لانه ثم ناس من مصلحتها باش يتم اصلاح وهيكله المنظومه الاعلاميه واستئصالها السرطان هذايا اللي نخرج جسم الشعب التونسي، واللي هو كرس منظومه الفساد والاستفساد والعماله والارتهاب للخارج، واللي هو كرس تغريب الانسان عن قيمه وعن ثقافته الاصيله. وهذايا معناتها اللي كرس التفكير وكرس معناتها ديزيكيليبر ريجيونال انفرام التنميه، واللي تعرفوا انت في بالك الكل. في شفنا نحن الناس هذوما هبطوا الطمطمين والكل، قلنا لهم اخويا اخذوا في مواقعهم. نحن هالمؤسسه لحظه بركه هالمؤسسه هذه نمولوا فيها من جيوبنا، من بالكم راهو من حقنا نحن زاده اذا كان انتم مصرين على تمترس كثير تخبروا له اكبر الاجهزه واكبر الاسلحه، اقعدوا في بلايصكم. نحن نشوفوا عطيتك بعض الارقام، قلت لك راهو ما يقارب 600 موظف في المؤسسه هذه اللي يخلصوا قرابه 18 مليار ما يعبسش البلاصه هذه، وال600 الاخرين يخدم في زوز وثلاثة خدم اخرين، ويجي هنا قاعد يضحك علينا وقاعد كما قلت انت ماهوش يعبر لي على مشاغلي الحقيقيه، ماهوش قاعد يعطي في الاناره، ماهوش قاعد يكشف في الحقيقه، ماهوش قاعد يعطي في البدائل، ماهوش قاعد يبني في المجتمع، ماهوش قاعد يحقق في اهداف الثوره. دونك قلنا لهم يا ناس من حقنا اليوم نقع انشاء تلفزه وطنيه تعبر على صوت الشعب والثوره. التلفزه هذه نحبوها تكون ملك الشعب وملك الثوره، وتستجيب وتلتزم مبادئ واهداف الثوره.